لأن الاشتراكية كان مسيطرة على عدن، على شبوة، على بيحان، على يعني الأماكن التي مسيطر عليها هم بيحان وشبوه، لكن مسيطر على هذه الجهات كلها، ومعقل دعوته وتأسيس دعوته هي ما هي مثل دعوة الشيخ مقبل رحمه الله، دعوة علمية ودعوة كذا، دعوة على مستواها. نعم دعوة، هو ما هو بذاك العلم مثل الشيخ مقبل مثلا الشيخ البيحاني رحمة الله عليه أو الشيخ ابن باز، يعني علمه غزير في الشعر، في الأدب، في كذا في كذا، لكنه من حيث الحديث ومن حيث كذا ما عنده كبير معرفة به، ولا كذلك هو أعمى أيضا نفع الله به، ولا كذلك الصفاء المنهجي مثل صفاء هؤلاء العلماء. لكن خير والله إقامة في البلاد، في هذه البلاد، ودعوة أقامها وبعد ذلك طاح، فنحمد الله أن الله عافانا ولم نطح ولم نسقط مع تكالب الأعداء مرة بعد مرة بعد مرة، وما زال الله لاطفا بهذه الدعوة وما تزال قائمة شامخة بأنفها، وإن توالت الأعداء ومكر أولئك هو يبور، نسأل الله أن يفشل خططهم ويكفينا شرهم ويقيم هذا الخير أهله. إلهنا بارك الله فيكم.